محمد سلام في مسلسل كارثة طبيعية هو بطل جديد للكوميديا السوداء في مصر. المسلسل اللي جه بيفاجئنا بنوع الكوميديا اللي جاي يقدمها. فتعالوا نعمل مراجعة إعلان لأهم مسلسل حاليا وهو مسلسل كارثة طبيعية، ونعمل له دعاية كمان غصب عن أي حد. فساعدني بلايكك الجميل وأنا هحكي لك. توأم؟ مبروك، انت حامل في 5. ايه يا ابني انت مازنجر؟ القصة وزي ما ظهر في الإعلان بتتكلم عن شخص اسمه محمد وهو بطل القصة. محمد ده من الطبقة المتوسطة، او هو ما بقاش فيه طبقه متوسطه، هو بقى زينا كده اللي هي الطبقه اللي عايمه على وش الفقر. محمد ده ما كانش عايز خلفه عشان المصاريف، ولكنه بيرزق بالمفروض طفل، وفجاه بيكتشف ان الطفل دول بيبقوا 5 اطفال، وبيدخل في سلسله من المواقف الغريبه والصعبه علشان يقدر يلبي احتياجات الاطفال ديت، مع العلم ان هو من الطبقه الفقيره او الشبه متوسطه اصلا. اقسم بالله ولادي لا انت بقى صدقتها فين؟ نسيت موضوع الاسامي ده خالص. نور تمام يلا. من أذكى الحاجات اللي ظهرت في الإعلان وهي بساطة الديكور وبساطة الحياة اللي عايشها البطل ومراته. ما شفناهمش عايشين في كومباوند غالي، ما شفناهمش راكبين عربيات غالية وبيعيشوا معاناة إن مفيش فلوس. شفناهم طبقة شبهنا كلنا، بيتكلموا شبهنا وبيلبسوا شبهنا وبيروحوا المول يشتروا حاجات ويخلوا بالهم من الأسعار زينا. وحش قوي النوع ده يا استاذ، ما تجيبوش. يا ستي وحش ولا حلو احنا هناكله وفي الاخر يعني هيتملي ايه؟ وهنا تيجي فكرة الكوميديا السوداء أو الكوميديا الساخرة، وهي أفضل أسلوب كتابي للكوميديا السوداء. ويجي معاها المؤلف والدكتور أحمد عاطف فياض اللي كتب لك مسلسل بالطو قبل كده، وده تاني عمل يكتبه. المؤلف أحمد عاطف فياض هو مؤلف ساخر، من أفضل أنواع الكتابة للكوميديا السوداء، ومن أفضل أنواع الكتابة اللي بتضحك المصريين بجد لأنها شبههم. ان هو يحتاج في الاسبوع 3 بامبرز، بالميت 6 في اليوم. يعني البامبرز بس اكتر من مرتبي. والمسلسل من اخراج المخرج حسام حامد، اللي يعتبر دي اول تجربة اخراجية درامية ليه في التلفزيون، لانه كان مخرج افلام قصيرة وافلام وثائقية. تعالوا بقى نروح للابطال، ويكفيني اقول لك انه من بطولة محمد سلام ومع حمزة العيلي. خلاص انت مش محتاج حاجة تاني، 2 قادرين يطلعوا كمية موهبة على الشاشة تحببك في ايا كان هم بيعملوا ايه. بقى انا اقول لك خلف نص تخلف 5 يا محمد وتدفع كل خلاص يا شوق خلاص. خمسات. ده غير ان معاهم الفنانة جهاد حسام الدين للبطولة النسائية، فنانة مجتهدة لأقصى درجة وموهوبة جدا، وكمان لما المخرج اللي معاها بيكون شاطر بيطلع منها أداء يخضك زي ما حصل في فيلم رحلة البحث عن رامبو. ده السخن وده اللي كان، لا ثانية، ده السخن وده اللي كان بيرجع. انت ملخبطاهم كلهم على بعض. ده غير أسامي تانية كتيرة مشاركين معاهم في المسلسل، زي مثلا الفنان الكبير كمال أبو ريا. مسلسل كارثة طبيعية هو المسلسل بالنسبة لي الكوميديا السوداء اللي شبهنا، الكوميديا اللي هتضحكك قوي وفي نفس الوقت هتقول أنا بتفرج على حاجة شبهي قوي في الوقت الحالي. الف مبروك يا محمد. واحنا مش مركبين لولب؟ ده الرحم بتاعي مش بتاعك. الرحم ده بتاعنا احنا الاثنين. وعايز اقول لكم ان اصحاب الكوميديا السوداء هم دايما اصحاب رساله في الفن. عندك مثلا الفنان احمد عيد، او الفنان سامح حسين، او الفنان عمرو عبد الجليل لما كان مع مدرسه يوسف شاهين. كل فنان دخل الكوميديا السوداء كان دايما عنده رساله مهمه. مسلسل كارثه طبيعيه هو المسلسل اللي هيكون شبهنا، المسلسل اللي مش جاي يتفزلك عليك ولا حتى يوريك مشاهد وصور واماكن احنا عمرنا ما رحناها. هو مسلسل شبهي وشبهك. انا هقدر صح؟ بس اخرك عيل، ولو عرفت تخلف نص خلف نص. المهم انتوا قولوا رأيكم في اعلان المسلسل، وقولوا لي هل متحمسين لاول حلقتين من المسلسل ده ولا لا. والمسلسل نازل يوم 29/10 في الشهر الحالي. مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفيديو غصب عن اي حد ينتشر. اشوفكم الفيديو الجاي. انا مش موافق على الحمل ده. انت اللي حامل ولا هي اللي دايما ربنا كرم محمد رمضان ومحمد رجب، يكرم محمد شعبان. ماله شعبان؟ ما هو شهر كريم برضه.